جوه يا عسل. خش يلا انت ساكت. ازيك يا عمي؟ ازيك يا حبيب؟ عامل ايه؟ انا كنت جاي طالب ايد بنت حضرتك. طب والباقي؟ اه. اه بنت حضرتك حكيت لي. لذيذ. هو يا عم طبعا انا يشرفني ان اناسب عيله محترمه زي حضرتك، وبنتك الجميله المهذبه. وانت عارف بقى يا حبيبي بنتي معاها ايه؟ اه طبعا يا عم عارف، بنت حضرتك شغاله دكتوره نسا. وانت بقى معاك ايه؟ اه انا يا عمي صيدله، وحاليا شغال مندوب، بس باذن الله انا على مدى 6 شهور او سنه باذن الله هكون فتحت صيدليه. بياع يعني. لا 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 مش بياع. لا مش بياع. لا كل اللي انا بعمله ان انا هجيب صيدليه هفتحها وهبيع فيها علاج. الله، ما انا قلت بياع. ما قلنا مش بياع يا عم، في ايه بس؟ ايه بس يا حبيب حبيب حبيب؟ تمشي ليه؟ تمشيش. لا يا حماية ما زعلتش منك طبعا يا حبيبي، ما زعلتش، بس ما تعملش كده تاني بقى عشان انت راجل كبير. ندخل في الجد بقى يا عم، حضرتك تأمرني بإيه؟ بص يا ابني، انا مش تقل عليك عشان انا كنت شاب زيك. بص انا عايز ب10,000 جنيه دهب، وعايز ب10,000 جنيه مؤخر. ما جيتش عليك اهو. الله، بس في شرط صغنون كده، شرط واحد صغنون كده عشان تاخد الباقي. ده شرط. بص يا حبيبي، كل يوم خلينا متفقين ان هي بقت مسؤولة من الراجل، يعني خلينا متفقين. بص بقى، ده كل يوم تيجي هنا تديها مصروف، تاخد 100 جنيه. يا اخويا البنت بتصرف، بتجيب بودرة وايلاينر، بتصرف. واخوها الصغير اديله، الواد يحبك يكبر يا ابني، احنا بنربي اجيال يا ابني، احنا بنربي اجيال. بس قبل ما ادي كلهم اقول لك حاجه. انا اللي جابني هنا في مكان مش في مكاني، عايش علشان بتعذب وفي ناس مش عارفه مقامي. اللي جابني هنا في مكان مش في مكاني، عايش علشان بتعذب وفي ناس مش عارفه مقامي. بيعذبوني باستمرار على طول مرمي في وسط نار. انا لازم اعاند معاكي وانا لازم اخد قرار. مين دول قد اللي مش عارفين مقامك يا بره؟ طفي النور يا ولية. بس يا عم في ايه؟ بس في ايه؟